اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من استوديو طلة من داخل فرع نادي سبورت اكاديمي بمحافظه البحيره. هيكون معانا لقاء مع مدير الاكاديميه داخل المحافظه والمدير الفني لنادي سبورت اكاديمي، ولقاءات مع بعض اللعيبه عشان نتعرف بيها على انشطتهم داخل النادي وامكانياتهم، فتابعونا. استاذ ايهاب الكتامي، حضرتك ممكن تعرفنا بنفسك؟ انا ايهاب الكتامي، مدير فرع سبورت اكاديمي في البحيره ومراسل مودرن سبورت برنامج هنا القاهره مع كابتن مصطفى يونس ومراسل جريده الشباب. تمام. حضرتك يا فندم ممكن تعرفنا بتاريخ الاكاديميه في مصر؟ الاكاديميه من حوالي 3 سنين تقريبا في مصر، من 2009. السنتين الاوائل اللي هم 2009 2010 2010 2011 كنا معتمدين على ان يكون مركزنا في القاهره. كان بيجي لنا الولاد من كل المحافظات، ولذلك فكرنا ان احنا نبدا نعمم نفسنا ونعمم نشاطنا. ابتدينا السنه دي الحمد لله في اكتر من فرع. في فرع القاهره مع طبعا ده في الاداره الرئيسيه، فرع الجيزه مع الكابتن عمرو الدالي، فرع الصعيد مع الكابتن هشام عبد الرسول، فرع الاسماعيليه مع الكابتن ايمن رمضان، فرع اسكندريه ان شاء الله ربنا يسهل في خلال شهر تقريبا هيكون افتتاحه باذن الله، تشرفونا فيه، هيكون مع الكابتن احمد الشاذلي. وفرع دمنهور احنا بقالنا شهرين تقريبا شغالين في دمنهور. تمام. طب حضرتك يا فندم ممكن تطلعنا على بعض الاهداف الاكاديميه نفسها؟ تمام. هو احنا بالنسبه للاكاديميه احنا يعني نقدر نلخصها نقول ان احنا اكاديميه تنميه مهارات، تعليم كوره، تنميه مهارات، تسويق. تعليم الكوره بيبقى بالنسبه للطفل الصغير اللي هو جاي لسه ما عندوش فكره عن الكوره، احنا بنبدا نعلمه، نبدا نديله فكره ازاي يتحرك، ازاي يتعامل مع الكوره. بنبدا بيدخل في مرحله تنميه المهارات. تنميه المهارات دي هي المرحله اللي بتسبق مرحله التسويق. احنا اكاديميه يعني رقم واحد عندنا او الاساس هو التسويق. ازاي ناخد ولد وصل سنه لسن 18 او 19 سنه وما تمكنش او ما كانش ليه فرصه قبل كده في نادي كان بيلعب فيه، لوجهه نظر مدرب فيه، لاي ظروف مرت بيه، الولد اتظلم ما خدش فرصته، احنا بنعيد تاهيله من جديد وبنبدا نسوقه الحمد لله بعلاقاتنا وباسمنا سبورت اكاديمي في مصر. يعني يا فندم سبورت اكاديمي بتقتصر على لعبه كره القدم؟ كره القدم فقط لا غير، ما فيش لعبه ثانيه غير كره القدم. طب حضرتك ممكن تعرفنا عن الطاقم التدريبي الموجود داخل سبورت اكاديمي في دمنهور؟ احنا عندنا هنا 3 مدربين في الملعب، الكابتن سيد بشبيشي ماسك مرحله الناشئين، كابتن انور نصار ماسك المرحله السن الكبير فوق 16 سنه، كابتن احمد الرجال حراس مرمى، ومعانا كابتن حسام عمران مدرب لياقه بدنيه وعلاج طبيعي، اداري الاكاديميه كابتن محمد عبد العظيم، وانا معاهم مدير الاكاديميه. طب اخيرا يا فندم حضرتك ممكن تعرفنا ازاي يتم الالتحاق بالاكاديميه؟ الاكاديميه احنا بنعلن عن نفسنا من خلال قناه متخصصه في الرياضه، يمكن الاعلام يعتبر متشاف الى حد ما. الولاد بيتصلوا باداره الفرع في القاهره، باداره الرئيسيه في القاهره، بيحددوا لهم الميعاد انهم يجوا لنا هنا. احنا بيجي لنا يمكن من محافظات قريبه مننا، بيجي لنا من اسكندريه، بيجي لنا من كفر الشيخ، طبعا ولاد البحيره طبعا هم الاساس. بنبدا بنتعامل معاهم، بنحتاج منهم بعض الاوراق الخاصه بيهم، صوره شهاده الميلاد، صور شخصيه بيهم، غير رسم الاشتراك. في النهايه بنشكر حضرتك يا فندم على سعه صدرك لينا. ربنا يخليك، شرفتونا، وان شاء الله يكون لنا فرصه وتنورونا اكتر واكتر باذن الله يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جدا. معنا كابتن سيد البشبيشي المدير الفني لنادي سبورت اكاديمي. حضرتك يا فندم ممكن تقول لنا حضرتك ماسك الفئه العمريه كام داخل النادي؟ احنا مواليد 2000 اللي هم بيبداوا من سن اصغر سن عماره عندنا هنا، وبعد كده الكابتن انور نصار بيمسك المراحل السنيه اللي هي الكبيره. تمام. طب ايه راي حضرتك يا فندم في مستوى اللعيبه؟ والله احنا عندنا بدانا حوالي بتاع شهرين كده هنا، بدا الاولاد المستوى الفني بتاعهم بيرتفع من تمرينه للثانيه، لان هم طبعا كانوا بعاد ولسه جايين الفتره اللي فاتت دي، فربنا يسهل يعني مع برضك التدريبات اللي جايه ومع الاستمراريه يكون المستوى بدا يرتفع اكتر عشان نفيد الاكاديميه هناك في القاهره ان شاء الله. تمام. يعني في يا فندم حضرتك ماتشات بتقدمها او في احنا هنبدا ان شاء الله، يعني احنا كنا قايلين هنعمل مباراه بعد العيد، بس هنبدا الاول بالاكاديميات اللي هي اكاديميه سبورت في القاهره، على اساس يشوفوا افضل عناصر موجوده عندنا ويبداوا بعد كده يسوقوها للانديه القاهره هناك ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن. تحت امرك.
اسمك ايه؟ أحمد فاروق. احمد فاروق. إيه بتلعب في النادي هنا من امتى؟ بقالي 3 شهور. ايه رايك في النادي؟ كويس. إيه طب بتحلم بايه لما تكبر تلعب في نادي ايه؟ بدنا مين اللعيبه المفضله بالنسبه لك؟ أبو تريكة، عبد الله السعيد، وليد سليمان، محمد متعب. تمام. نجري ولا 10 11 12 12 13 خدك لفه 14 15 سريع. اتعرف بيك؟ عبد الله حامد حسن من اسكندريه. بتيجي من اسكندريه مخصوص في دمنهور عشان تتدرب في نادي سبورت اكاديمي؟ تمام. انا من اسكندريه، باجي من دمنهور عشان اتمرن باجي من اسكندريه عشان اتمرن في دمنهور. والاكاديميه كويسه، بتقدم لعيبه، بتقدم تدريب كويس. ايه رايك في مستوى الاكاديميه نفسها؟ تمام، ده مستوى عالي كويس. التمرينات كويسه جدا، بتاهلك لنوادي كويسه، وربنا يكرم ان شاء الله. بتحلم بتلعب في نادي ايه لما تكبر؟ والله انا بحلم بالاحتراف، يعني اللعب هنا في مصر طبعا الاهلي، بره مثلا نوادي بقى الدوري الفرنسي، اسباني كده. مين اللعيبه المفضله بالنسبه لك او مركزك الاعلى عامه؟ والله في مصر طبعا ابو تريكة، يعني محمد بركات. بره طبعا ميسي وكريستيانو. مركزك في الملعب؟ انا بلعب صانع العاب. صانع العاب. تمام، شكرا جزيلا يا كابتن. في نهاية حلقتنا من داخل نادي سبورت اكاديمي في دمنهور، نتمنى ان هي تكون نالت اعجابكم. وانتظروا مننا المزيد من الفيديوهات على مجلة طلة شهرية.